واتساب. الواتساب افخر انواع الادمان. بتكون قاعد عم بتوطس وحدا ينادي عليك، بس انت ما بترد. ليش؟ لانك متلهي بالواتساب، يا عم تحكي مع حدا او حدا بعت لك نكته بايخه، المهم ما ترد. يا رأفت، لك رأفت يا زلمه. ايه شو بدك؟ يا زلمه عم نادي عليك ساعه لترد. طيب ما شايفني عم بحكي روش ما. يا زلمه ينعل ابوه لهالواتساب وابو اللي اخترعه. يا زلمه عم نحكي مع الطيره فوق شوي. ايه بتكون قاعد تعبان مريض عايف حالك، بيجي حدا بيطلب منك طلب، يا ابوك بده تجيب له علبه دخان من تحت او اي شيء، بتيجي بتقول له حل عني يا زلمه فيش حدا غير بالبيت. بس لما بيجيك واتساب اكيد بدك تقوم مثل الحصان. يما رأفت تعال جيب مي. عليكم طول ما انتوا كل يوم تشربوا كل يوم بدكم مي، يعني شو انه ما فيش غيري بحدا بالبيت يجيب مي؟ هلوا عني، واحد شايفينه مقرب وعايف حاله يجيب مي. ايه يلا جيت تسلم لي بالطيارة هاي. ايه مزبوط. برات البيت قصة ثانية، مثلا بتكون ماشي بالشارع أو حتى بالباص، ألف واحد بيخبط فيك، وهذا اللي بيخبطك خبطة من هون وهذا اللي بيخبطك خبطة من هون، وأنت ولا حاسس على الواتساب، أنت مش فاضي، يا إما عم تقرا شي نكتة بايخة حدا بعت لك إياها، أو عم تحكي مع الطيرة، أو حدا بعت لك مقطع فيديو. حتى إذا كنت ماشي بالشارع إذا حضرت وأنت عم تحكي واتساب رح تضلك مكمل عادي، ما عندك أي مشكلة. يا محمد النكتة محلاها يا الله. ايه ايه كثير حلو مظبوط. بس يا خوف اذا وقعت بشي جورة بالمخيم ساعتها ما في حدا يشيلك. في ناس انه عشان يبرروا انه هن اذكياء كثير ومثقفين كثير بيحكوك بالانجليزي المعرب. طب ما انت خيي عربي، احكي عربي، لشو بتتفزلك يعني كثير وبتحكي بالانجليزي المعرب؟ طلع هذا الثاني انه يعني انت مفزلك كثير مفكر حالك، ما انت مش موصل للبريفيه عم تحكيني بالانجليزي، يعني ما لي احكي عربي. العامة ولا ناس شو انه خيي انا ما بعرفش احكي عربي، شو اعمل لك؟ انا متعلم انجليزي، عجبك ما عجبك ما تحكيش معي، خلص حل عني. خيي محسسني انه انت تخريج جامعة الهواي يعني مثلا، ولا شو جاي تلخم على سنان، شو ما بتعرف تحكي عربي. لا والاحلى من هيك لما تجيب رقم جديد بتقعد تتخوت على اصحابك على انك بنت وانك بدك دولارات، واذا ما بتبعتوا له دولارات رح خلص رح اعمل لكم بلوك. والاحلى من هيك اذا ببعتوا دولارات بتضلك تعاير فيها شهر. طيب انا بعت دولارات على شوي يا عرف ولا عارف ما اجيب. بقولوا اذا اللي اخترع الواتساب زلمه معناته اللي اخترعت الصين او اخر ظهور مرته. وبتلعن اخت طيزو اذا قططوا شي يوم اونلاين، بتعرف مع مين عم بحكي وامتى بيطلع الصين وهيك. لا والاحلى هيك قصه حياتهم اللي بيكتبوها بالحاله اللي بيحطوها. قاهر الليل، عاشق الرومانسيه، الشاعر الولهان. هاي غير العشاق، هذول كل شوي بحطوا لك صوره وحاله شكل، يعني حسب علاقتي مع الحبيب، يعني هاي اللي تارك حبيبه من جديد وهاي اللي عم بتحب عن جديد. حتى لو كنت مشغول ومش فاضي، او حتى كنت مريض، او حتى ميت، لازم تضلك تحكيها، حتى لو ما في مواضيع مهمه تحكوا فيها، لازم تضلك اونلاين، المازال هي فاتحه انت لازم تضلك فاتح. 3 ونص 4 ما عندهم اي مشكله. واللي بعثوا لك نكت بايخه، وبعثوا لك معلقات بدك تقعد تقرا فيها 3 ساعات، واللي ببعث لك ان لم تصلي على النبي وتبعتها رح تحرق بالنار. انه شو خيي النار عندك بالبيت بدك تحرق فيها العالم، وكله كوم، واذا اهلك عندي الواتساب كوم، وكلنا بنعرف انه اتصال اهل شيء مش مو قد الشباب. واذا حكوا معك برات البيت يا بتضطر تفصل النت او تسكر الواتساب، مستحيل تقدر تفتح عشان ما تطلع اونلاين. واتساب، فيسبوك، فايبر، تويتر، اللي اخترع كل هالاشياء اكيد استفاد منها واخترعها لحتى يفيد غيره. بس بمجتمعنا البعض ما بيحاول يستفيد من شيء، دائما بيقلب الشيء للأسوأ. واخر شيء اللي عجبته الحلقه يعمل لنا لايك، واللي ما عجبته يسلخنا.